النجاح يساوي إصرار. حد من الأصدقاء يعني دخل بعد ما خلص الثانوية العامة، هو كان عنده طموح إنه يدخل واحدة من كليات القمة. المجموع ده قاتل الطموح، بس مش قاتله مع الناس اللي عندها إصرار، لأن النجاح فيه إصرار. ما دخلوش كلية القمة، فيعمل إيه؟ الشخصين دول أنا شفتهم في حياتي فعلا، أنا مش بقول ده كلام في حلقة. الاتنين درسوا بعد الثانوية العامة في حاجة أقل من الجامعة، يعني مثلا معهد عالي، حاجة زي كده. طيب وقفوا عند كده؟ لا، واحد منهم تفوق ودخل الجامعة، دخل الكلية اللي هو كان عاوزها، والتاني ما دخلش الكلية اللي هو كان عاوزها. هو تفوق جدا لدرجة انه راح يعمل دراسات عليا، وانه في الجامعة، او لو انا فاهمة صح سافر بره وقدر يشتغل في بلد صناعي كبير أوروبي. انتوا مدركين الكلمة دي؟ تفوق للدرجة دي. مدركين لقد ايه انت لما يبقى عندك اصرار؟ انت يا كلية او يا جامعة ما قبلتنيش، بس انا طموحي ما يقفش عند الجزء ده. انا طموحي هيخليني ابقى متفوق لدرجة ان انا اطلع في بلد كبير صناعي ياخدوني واشتغل وانجح. موقفش، اصر. هو الظروف بتقول له كذا، الظروف بتقول له اتكسر، الظروف بتقول له انت مش هينفع بقى اللي انت كنت بتحلم بيه واللي انت كنت بتتمناه، بس ده مش اخر حاجة. دي مش اخر حاجة. اللي عايز ينجح، اللي في دماغه ان هو هيوصل للحاجة اللي هو عاوزها واللي بيفكر فيها، هيوصل. هيعرف ازاي يوصل. النجاح يساوي إصرار. طيب الشخصية التانية بقى واحد من أشهر رجال الأعمال في مصر. زي ما بحكي لكم، هو موقفش عند الثانوية العامة، موقفش عندها، هو كمل ونجح وما سابش بلده، وكمل في بلده، وبقى واحد من رجال الصناعة في مصر المعروفين. طبعا أنا مش هقدر أقول اسمه، بس هو في مجال، واحد من المجالات المهمة في البلد. طيب ده يقول لنا ايه؟ ده يقول لنا تفائلوا، ده يقول لنا امك وابوك ليهم وجهة نظر، لكن انت ليك وجهة نظر. انت خلاص، او انت خلاص ابتديتوا تكبروا، بقالكوا شخصية. لازم ده ينعكس على طريقة، مش طريقة تفكيركم، طريقة تفكيرك اللي هتعيش بيها حياتك اللي جاية، اللي هتطلع بيها أستاذ فلان، دكتور فلان، أستاذة فلانة، المهندسة فلانة. ادرسوا الحاجة اللي تنجحوا فيها، اللي تكملوا فيها، ما يبقاش دراسة وخلاص، ما يبقاش دراسة لمجرد الدراسة. مبروك لكل اللي نجحوا، ومبروك للناس اللي تفوقت، ومبروك للناس اللي حاولوا واجتهدوا وما قدروش يحققوا اللي هم عايزينه. انا برضو ببارك لهم. وفي ناس لسه هتحاول. حاول وانت قلبك جسور، حاول وانت قوي، حاول وانت عارف انك هتوصل يا اخي، حاول وانت عارف ان مفيش حاجة هتوقفك، حاولي وانت مفيش حاجة قلقاكي. حاولوا. الإصرار هو النجاح. الإصرار هو النجاح. حاولوا، ما تقفوش عند طموحات حد، اقف عند طموحك، علي سقف طموحك، شوف انت رايح فين. ما تبقاش انسان عادي. احنا الزمن بتاعنا يا شباب، يا ولاد، يا بنات، ما بقاش عادي، فانتوا كمان ما تبقوش عاديين. خليكوا اقوياء قد الزمن. ارفعوا طاقتكم، ارفعوا معلوماتكم. اللي هيدرس كمان في الجامعة ال5 6 سنين او ال4 سنين او whatever العدد السنوات الجامعية، لازم تبقوا عارفين كويس قوي انه بعد الجامعة في حياة تانية. فلازم وانت موجود في الجامعة تدرس وتاخد كورس وتبقى مركز مع نفسك. لازم تبقوا حاجة تانية مختلفة. ارفعوا راس بلدكم، وراس مش بس امك وابوك، وراس بلدك.
ارفع من شأنك، ارفع من قدرك، حقق طموح لبلدك، نجاح كبير ما نكونش نحلم بيه. فركزوا قوي ان سنين الجامعة دي مش للعب، سنين الجامعة مش للعب. سنين الجامعة انتوا مش داخلين عشان تعرفوا بنات، والبنات مش داخلين عشان يعرفوا ولاد اللي ما كانش عندهم الميكس ده في المدرسة. سنين الجامعة مش معناها ان احنا نضيع وقت ونخرج ويلا هي وجروبات وبتاع، لا، سنين الجامعة احنا مركزين وعارفين احنا بنعمل ايه، وبعد الجامعة هنعمل ايه، نتبسط ونروح رحلات ونخرج ونصاحب وكل حاجة، بس نبقى مركزين على اللي بعد الجامعة. هتبقوا مسؤولين عننا، عن بلد بحالها. مبروك والتوفيق.